زي ما انت شايف كده يا ابو الكباتن، الشاب فينيسيوس جونيور كان منزل صوره النهارده، وفي واحد يعني من الفانز رد عليه وكاتب له حاجه هترجمها لك طبعا، ان هو بيساله هل في ممكن ان احنا نكسب الثلاثيه الموسم اللي جاي. راح الشاب فينيسيوس جونيور راح ردد عليه وقال له نعم. اهو ده عيبه بقى. هو معلش انا اسف يعني، حتى لو انت مشجع مدريدي، بس تطلع تتكلم وتقول لامين يامال مش فالح غير ان هو يطلع يقول لك ميشن والكلام اللي بره الملعب، والمفروض يركز جوه الملعب، فالمفروض تقول نفس الكلام على فينيسيوس. انا كان نفسي يا جماعه الناس دي تكون مصريين يا جماعه، انا كان نفسي اشجع فرقه تكون في بلدي عشان اعرف بجد انتقدهم واقول له يا حبيب قلبي اللي بيقول ما بيعملش واللي بيفعل ما بيقول. هل برشلونه انت السنه اللي فاتت كنت منتظر منهم حاجه؟ فريق ما عملش صفقات، فريق جايب مدرب جديد، مفيش استقرار في النادي، رغم كده عملوا موسم تاريخي وثلاثيه محليه. ده ليه؟ عشان الراجل جاي عايز يشتغل وبينفذ اللي هو بيعمله. قال لي بدري يامال رافينيا تعالوا اعمل منكم بني ادمين جداد من اول وجديد، عمل منهم حاجه عالميه الموسم اللي فات. ده ليه؟ قال لي بيعمل ما بيقول. نفضل واخدين نفس الشخصيه، اتمنى نفضل واخدين نفس الشخصيه دي، لان تشابي الونسو من المدربين المجتهدين فعلا واللي بيعمل في صمت، فاعتقد يعني مش مستاهل ان احنا نقعد نغني. يا ريت نفعل ما نقولش، مش نفضل نقول على الفاضي.